ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كفتة الرز بطريقة سهلة بسيطة جدا. بخطوات حلوة، وهتعمليها في البيت من غير ما تطلعي تفرميها برا. نظافة ايدك من غير ما تفك معاكي. وعملت جربتيها بطريقتي مش هتبطلي تعمليها. وكمان هوريكم طريقة ازاي تخزنوها في الفريزر. زي ما انتم شايفين كده انا كنت عامله كوبايه رز، غسلاه ونقعاه ومنشفاه على فوطه مبيته ليله كده، منشفاه بفوطه. وهستخدم على الكوبايه ديت ربع كيلو لحمه. همسكها اضربها في بالمطحنه الفلفل عندي. مش هجيب انا رز اللي هو مطحون جاهز، لانه بيبقوا ضايفين عليه حاجات تانية، يعني ساعات بيضيفوا عليه نشا، ساعات بيضيفوا عليه حاجات تانية كده. فانا ما بفضلش اللي هو بيكون بره جاهز. انا بنشفه زي ما انتم شايفين كده، بغسلها وانقعها زي نص ساعة كده، واروح جاية مصفيه من المية وحطاه فوطة على صينية وحطاه بات ليلة، نص يوم، 12 ساعة لحد ما ينشف ويرجع لحالته الطبيعية تاني. وبعد كده بضربه وبستخدمه. انا هنا مستخدمه بصلايه صغيره، على ربع كيلو بصلايه صغيره. وانا كنت مفرزه الخضره، انا بحب افرزها عندي في الفريزر اللي بتنجزني في اوقات كتير. لو عايزين طريقتها هبقى اوريها لكم. هنا خدت نص الكيس، قد بالظبط كبشة خضرة بإيدك، يعني شوية كده في إيدك، قد نص مج خضرة، يعني زي نص مج خضرة كده. وهضربهم كويس بخمس فصوص توم صغير، يعني اللي هو البلد الصغنن ده، ماشي. وهضيفهم على الخضرة عندي. الخضرة هضيفها على الرز اللي انا طحناه، وهضيف عليهم اللحمة. ولو عندك لحمة بلدي تقدري تضربيها في الكبة، هتديكي نفس النتيجة. الاول قبل اي استخدام، قبل ما تعملي الرز وقبل ما تعملي الخضرة، هتضربيها وبعد كده تركنيها على جنب. بعد كده تعملي الخطوات اللي انت شفتيني بعملها ديت، اقلبهم كويس واضيف عليهم الملح والفلفل. لو حابه تضيفي 7 بهارات ضيفي، التوابل اللي انت حابه تضيفيها ضيفي. انا بفضل بس احط ملح وفلفل فقط. بضربهم كويس وهوريكي الطريقه بتاعتهم من غير اي سوائل، هتبقى طالعه ناشفه معاك حلوه ومقرمشه في التحمير بتاعها، وتحفه. ما بتفتحش خالص، ما بتفتحش منك خالص، وتحمر حلو قوي. ولو حبيت تحطيها في صلصه بتبقى جميله، بس انا محطتهاش النهارده في صلصه، هي اتاكلت كده. زي ما انتم شايفين كده انا هنا كنت حطيتهم، قلت كلهم يتضربوا في الكبه مره واحده، بس لقيتهم مش نافعين يتضربوا كلهم، فرجعت قسمتهم تاني وضربتهم على مرتين. وهوريكم النتيجة دلوقتي هتبقى عاملة معايا ازاي. ما تحمليش على الكبة بتاعتك، حطي على قد كفايتها عشان ما يحصلهاش حاجة والموتور بتاعها يبوظ ولا اي حاجة، عشان بتسخن معاكي. بس هنا كنت حسيت ان هي تقيلة تقيلة على الكبة، فانا قسمتها نصين على مرتين. بصوا لفت على طول معايا واتعملت على طول، ما خدتش مني وقت، ما بتاخدش منك وقت خالص. هو بس مجرد ما انت تبلي الرز وتنشفيه بتعمليها على طول. في انا ساعات بعملها بصدور فراخ بيضة، او لو عندي صدور بط بعملها بيه. ايا كان اللحمه ايه، لحمه جملي، لحمه مفرومه، لحمه بلدي، فراخ، بط، بتعمل باي حاجه تبقى طعمها حلو قوي. لو عايزينها مره بالفراخ اوريها لكم مره بالفراخ. زي ما انتم شايفين كده انا سبتها ترتاح شويه في التلاجة، وبعد كده زي نص ساعه كده، وجبت طبق فيه شويه زيت وهبتدي اصبعهم الحجم اللي انا عايزاه او اللي يناسبني. ربع كيلو بيعمل معاكي نص كيلو على الميزان، بس طعمها طبعا لا يعلى عليه، كبير وصغير بيحبها. زي ما انتم شايفين كده بصبعها بالزيت، يعني كل 2 3 بحط بدهن ايدي كده شويه زيت. هخلص الكميه، هخلص الكميه كلها واخزن منها شويه واعمل منها طبق صغير. ده للتصوير، يعني انا عاملاها للتصوير. اتمنى بقى انتوا لو وصلتوا لهنا تشجعوني بلايك، واللي لسه مشتركش في القناه يشترك، وتكتبوا لي كومنت جميل تشجعوني فيه.
هقدم لكم اليومين الجايين دولت ان شاء الله، هقدم لكم حاجات كتيرة عن الدايت، وهقدم لكم حاجات برضو مفيدة وازاي تغيري في الاكل وتستفادي من حاجات كتير جدا. اتمنى ان انت تتابعيني وتقولي لي انت بتتابعيني من انهي بلد. هستنى كومنتاتكم الجميلة. كده انا كنت جبت علبة عندي فاضية بجيبهم اخزن فيهم كفتة جاهزة، برجر، الحاجات دي بحب اجيبهم اخليهم عندي عشان اجهز الحاجة واشيلها في الفريزر، اسحب منها على طول، تبقى متبلة جاهزة عندي. شلت الكمية اللي انا عايزاها واحمر الكمية التانية. هنا انا عندي الزيت يكون مش قليل عشان ما تتحرقش منك، وفي نفس الوقت تستوي حلو وتبقى مقرمشة. بصوا انا مش عايزاها، انا مش عايزة اول ما احطها يبقى الزيت بارد، عايزة اول ما احطها تعمل الفقاعات دي. بصوا الزيت هيغطيها كلها دلوقتي، هيغطي الكفتة كلها وهتتحمر لون واحد ودرجة واحدة في اللون والقرمشة كمان، وهتستوي معاكي وتبقى طعمها حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. وانا بقلبها كل ما بتبتدي تستوي كل ما الفوران بتاع الزيت ده بيبتدي يقل وتعرفي ان هي ابتدت تستوي. بصوا كده ابتدى يقل ازاي معايا، وابتدت لونها تاخد اللون الذهبي الجميل. عايزاها يبقى لونها ذهبي وحلو، حمريها في زيت غزير زي ما انتم شايفين كده. هي اتاكلت على العموم، يعني هي اتاكلت لان طعمها حلو قوي 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 كمان. اتمنى تجربيها وتقولي رايك في الكومنتات. اشوفكم على خير في فيديو جديد.